السلام عليكم ورحمة الله. انت عارف ان لمبة فحص الاعطال او لمبة المحرك تشيك انجن المفروض ان اللمبة دي بالنسبة لك تبقى صديق مش عدو؟ هي بس بتنبهك وبتقولك الحقني بدري قبل ما الموضوع يكبر، وطبيعي انك تقلق لو نورت عندك فجأة، خصوصا انها ساعات بتنور والعربية تبقى ماشية عادي، وساعات تنور وبيكون في معاها رعشة او ضعف سحب، وساعات تطفي لوحدها وتحيرك اكتر. فهل كل مرة تنور عندك لازم توقف فورا ولا ممكن تمشي بيها عادي؟ وامتى تبقى اللمبة دي خطر حقيقي على المحرك؟ وسواء نورت عندك او لسه ما نورتش اصلا، فكمل معايا للاخر عشان تعرف تتعامل معاها صح بدون قلق. وفي الاخر لو في حاجة مش واضحة او عندك اي مشكلة في سيارتك اكتب لي في تعليق وباذن الله ارد عليك. في البداية كده اللمبة دي مش معناها ان المحرك او العربية خلاص هتبوظ حالا. اللمبة دي معناها ان كمبيوتر العربية لاحظ حاجة مش طبيعية في الحرق او العادم او في الحساسات او في منظومة الوقود، فبتنور عشان تنبهك ان في حاجة مش مظبوطة. وهنا لازم تفرق بين انها نورت وفضلت ثابتة ولا بتنور وتطفي. لو منورة وثابتة، وده اللي بيحصل في الغالب، فبتلاقي سحبها طبيعي ومفيش رعشة ومفيش اصوات غريبة ولا دخان ولا سخونية زيادة، ساعتها تقدر تمشي بالعربية عادي، ولكن ما تهملش الموضوع. وهنا اشهر اسبابها بتبقى من حساس الاكسجين او بنزين مش مناسب او مش نضيف او حساس محتاج يتنضف او مشكلة في العادم. يعني في الغالب مشكلة مش مستعجلة ولا فيها خطورة، بس محتاجة منك ان اللمبة لو فضلت منورة يبقى تفحصها في اقرب وقت مناسب. طب لو اللمبة دي بتنور وتطفي، فهنا لازم تاخد بالك، لان في الغالب هتلاقي معاها رعشة والعربية بتقطع او سحب ضعيف، وده معناه ان في حرق غلط او بنزين مش بيتحرق صح او ميس فاير وفي سلندر في المحرك مش شغال مظبوط. والقلق عندك يزيد لو سمعت صوت فرقعة او خبط او دخان اسود او بنزين ريحته وحشة او سخونة غير طبيعية، فدي علامات تقولك ان المشكلة مش بسيطة. ولو مشيت كتير على كده ممكن تضر علبة البيئة وتكتم العربية وتزود صرفية البنزين وتأذي المحرك مع الوقت. وهنا ممكن تكمل مشوارك عادي، ولكن لو اهملتها المشكلة تكبر، فلازم تفحصها بدري. طب ايه اللي تعمله اول ما تنور عندك؟ اوعى تغير اي قطعة او اي حساس بمجرد انك سألت حد وقالك المشكلة فين. انت الصح اللي تعمله بالترتيب: الاول اتأكد ان غطا التانك مقفول كويس والجلدة بتاعته سليمة، لان ده في بعض السيارات بيكون سبب ان اللمبة تنور، خصوصا لو مفيش اي ملاحظات في اداء العربية. بعد كده حاول تفتكر اخر حاجة عملتها في العربية، يعني لو لسه حاطط بنزين او غيرت زيت او غسلت العربية او عملت صيانة وفي اي فيشة اتهزت او اتفكت، كل دي اسباب تخلي اللمبة تنور، وده هيساعدك تعرف السبب. وفي الاخر لازم تحط العربية على جهاز كشف اعطال، وده الوحيد اللي هيعرفك المشكلة فين عن طريق كود العطل اللي هيظهر لك على الجهاز. يعني ما ينفعش تغير اي حساس او اي حاجة من نفسك قبل ما تشخصها الاول على جهاز اعطال، وده بقى موجود في اغلب ورش الصيانة، وفي منه اللي بسيط واستخدامه سهل، ممكن تشتريه وهيأدي الغرض. وبإذن الله نعمل عنه فيديو بالتفصيل ونعرف ازاي نستخدمه وتفهم معاني اكواد العطل. ولو فحصت العربية على جهاز اعطال وظهر لك كود العطل ومش عارف معناه، او عندك اي مشكلة بصفة عامة، اكتب لي في التعليقات الكود او المشكلة وبإذن الله اعرفك العطل فين. ولو انت لسه مبتدئ في عالم السيارات والدنيا متلخبطة معاك، فهسيب لك رابط في اول تعليق على الفيديو ده، افتح الرابط واختار الفيديو او الصيانة او المعلومة اللي انت محتاجها، واي حاجة واقفة معاك اكتبها لي في تعليق وبإذن الله ارد عليك في اسرع وقت. اتمنى اكون وصلت معلومة. ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفيد، ولايك للفيديو لو عجبك، واشترك معنا في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.